تعالوا اعمل معاكم حاجه حلوه بتخلص في 10 دقايق عشان لما تطلب معانا بالليل حاجه حلوه نقوم نعملها. والحلو فيها بقى ان اقدر اسويها من غير ما اشغل الفرن، كمان تنجز معايا لو جايين لي ضيوف فجاه ومش عامله حسابي على حاجه عندي. تعالوا اوريكم الذوبان والجمال ده كله بيتعمل ازاي. هحضر الشربات الاول، كوبايه سكر عليها كوبايه ميه وعصره ليمون، وهرفع الشربات على النار. اول ما يبتدي يغلي هطفي عليه. اي نوع باكو بسكوت ساده عندي هاخده واكسره كويس قوي، اكسره كده او اضربه في الكبه. المتاح والاسهل بالنسبه لي اي بايركس او طاجن بيدخل الفرن هحط فيه شويه من البسكوت اللي طحناه، عليه معلقتين صغيرين زبده او سمنه، اي حاجه متاحه عندي، وهبتدي اغلف بيهم البسكوت بالطريقه دي. وبعدين بفرده تحت في القاعده كده بالشكل ده زي التشيز كيك كده، ضغطه بسيطه لحد ما يبقى متساوي مع بعض بالطريقه دي. وكده الطبقه الاولانيه خلصت عندي. الطبقه الثانيه كله على بعضه في طبق واحد، كوبايه من السميد وسط ناعم خشن اي حاجه متوفره عندي، ربع كوبايه من السكر، معلقتين صغيرين من الحليب البودره اختياري، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص كوبايه زيت نباتي او نخلط زيت على سمنه حسب ما احنا بنحب، كوبايه الا ربع حليب عادي خالص، دافي او بارد مش هتفرق. وهخلط كل حاجه مع بعضها في ثانيه واحده. القوام مظبوط جدا عندي لانه لسه لما يقعد شويه هيتقل. هحشي بقى فوق البسكوت طبقه من القشطه سايبه او قايمه معلبه، قشطه اللبن، جبنه، كلها اختيارات انا جربتها وكلهم طعمهم احلى من بعض. وهنزل بقى بطبقه من الخليط اللي احنا لسه عاملينه. اول ما تغطي القشطه بتاعتي خلاص ما بزودش عن كده، كده الكميه مظبوطه جدا. وطبعا ممكن نقلل الكميه، يعني نعمل نص المقدار او ربعه كمان. طاجن كبير بقى عائلي، طاجن صغير، لو متسربعين قوي بقى ممكن احط الخليط اللي انا عاملاه وعليه القشطه من فوق كده ورشه البسكوت، هتدي نفس الطعم ونفس النتيجه. انا هسويها ازاي؟ انا حطيتها في الاير فراير من 10 دقايق لربع ساعه على درجه حراره 180 على حسب على حسب حجم الطاجن، وتدخل كمان الميكروويف من دقيقه ونص لدقيقتين برضو على حسب حجم الطاجن. ولو حابين بقى في الفرن عادي مفيش مشكله. لو متوفر عندي حليب مكثف محلى ممكن استغنى عن الشربات خالص واسقي بيه وهي سخنه لسه طالعه من الفرن، بتديلها طعم وقوام خطير. والطاجن الكبير اول ما طلع من الاير فراير وهو سخن، الشربات كان هادي شويه، سقيتها بيه وهي سخنه وغطيتها 10 دقايق عشان الوش يطرى كده وتشرب شرباتها كويس قوي. بتتقدم في الحالتين وهي بارده وهي سخنه، بس لو عايزين نقطع من الطاجن الكبير نستناها تبرد شويه عشان تمسك نفسها ونقدر ان احنا نحطها في الاطباق. تعالوا شوفوا الحلاوه والجمال من جوه، حقيقي طعمها ميكس كده ما بين التشيز كيك والبسبوسه بالقشطه وكيكه الرواني، يعني جمعت ما بين كل الحاجات الحلوه اللي ممكن يكون نفسنا فيها وبنحبها. انا كده خلصت الحلو بتاعي النهارده خلاص للحلوين، متاكده من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.